هو لازم البس بدله عشان ابيع؟ هو انت فاكر ان البدله هي اللي هتخلي العميل يثق فيك؟ يبقى للاسف انت ما تعرفش العميل فعلا بيدور على ايه. خلينا متفقين ان لبسك للبدله شيء مهم جدا 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 عند كتير من الناس، بس البدله هي مش اداه البيع. البدله مجرد كود مظهر. ممكن تلبس بدله ب20,000 درهم، بس بمجرد ما هتفتح بقك وتبان مش واثق او نبرتك مهزوزه او معلوماتك ناقصه، العميل هيشوفك مندوب مش مستشار. في مستشارين بيدخلوا الاجتماعات بلبس سيمي فورمال وفي بعض الاحيان كاجوال بسيط، بس بيخرج من الاجتماع بشيك مقدم. ليه؟ لان اللبس مهني بس العقل احترافي. المظهر مهم طبعا مهم، بس لو خيرت العميل بين اتنين، واحد لابس لبس انيق وبيقول لك كلام عام، وواحد لابس لبس بسيط ومظهره بسيط بس فاهم كل رقم، من وجهة نظرك العميل هيختار مين؟ المضمون. البدلة ممكن تساعدك في الانطباع الاول، بس اللي بيكمل العلاقة هو الانطباع العقلي. والعميل في الاخر مش داخل عرض ازياء ولا داخل يقيم لبس، هو داخل يشتري اصل ب1,000,000 درهم. لو مرتاح في البدلة كويس، بس لو مش بتعبر عنك خليك انيق بطريقتك، بس خليك محترف في كل جملة. الخلاصة، وإن كان اللبس مهم، البيع مش في اللبس، البيع في الحضور والأناقة الحقيقية، في احترام الوقت والصدق وطريقة الكلام.